مساء الفل يا جماعه. هنتكلم النهارده على الناس البارده. خلاص، وحلقه سخنه جدا، ولو سمحتوا زودوا الانواع اللي انتوا تعرفوهم وهنتكلم عليهم وهننمرهم كلهم. خلاص، انا هعمل جمعيه اسمها مكافحه الناس البارده، الناس اللي جلدها تخين. احنا ما بنستحملش الناس ديت. الناس دي موجوده في كل حته. خلاص، انا مثلا يعني عدوي اللدود السايس. انا ما بحبش السايس، انا ما بستريحش لما بشوفه. انا ممكن يبقى قدامي السايس اخش اركن في اجدع باركنج، بس ما اركنش مع السايس. ما بحبش السايس. هو شخصيه لزجه، شخصيه غلسه، مش محبوب، مش لذيذ، ما بيعرفش يهزر حتى. وكمان طور نفسه، يعني هو النوع بتاعه اتطور على مر السنين. يعني انا فاكر زمان كان السايس دوت لما يجي يشوفك تمام يبقى معاه فوطه صفراء، يرفع لك مساحه، يقفل لك مرايه، تمام، يمسح لك العربيه وانت تركب. دلوقتي هو شغلته ان هو يعمل لك باي باي. تمام، ايه القرف دوت؟ يعني ايه القرف دوت؟ انا بقى طالع بالعربيه واحد بيعمل لي باي باي، انا لما ببقى رايق بروح عامل له باي باي، احنا الاثنين نقعد نعمل لبعض باي باي. ما لهاش لازمه. وكمان عنده داء غريب جدا، ان انت منين ما تركن العربيه وبعد ما تظبطها وكل حاجه وتنزل وتقفل العربيه وتقفل مراياتك وكل حاجه، باشا يمين سنه شمال سنة، مهندس مساحه بميتين امه. يعني انت مالك؟ يا اصل سنه بس عشان تاخد عربيه جنبك، تعالى شمال سنه، اطلع قدام يا عم، انا جاي سايق، انت مالك؟ انت انا بعرف اسوق. لا 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 لا، بس اطلع قدام سنه بس عشان ملطش، عشان طب انت كنت فين وانا بركن؟ وكمان هتحس عندهم سنسر غريب جدا، ان هو يعني انا بروح مثلا من القهوه الساعه 4 الفجر، مفيش بني ادم في الشارع، لو اتقتلت محدش هيطلع. تمام، اول ما ادور العربيه الاقيه راح طالع عامل لي كده، مش عارف ايه، اجي الاقي في الكاميرا اللي ورا في الشاشه طالع لي يخرب بيت امك. بيطلع منين؟ السايس ده انا بالنسبه لي من ابرد المخلوقات اللي شفتها. بياكل عيش وبتاع وبنعطف عليهم من وقت للاخر، بس هو شخصيه بارده. بصوا يا جماعه، الموضوع ملوش علاقه باكل العيش، عشان ما حدش يجي يقول لي دي ناس بتاكل عيش. احنا اللي عايز ياكل عيش، ما احنا كلنا بنساعدهم. احنا بنتكلم ان هو بارد، ما ممكن يكون بياكل عيش وبارد يعني. عندي النوع الثاني برضو اللي انا بيستفزني جدا، الراجل بتاع الامن او البواب اللي قاعد 24 ساعه، فاهم؟ ما يجي يسلم عليك ما بيسلمش عليك، هو بيبص للكيس اللي معاك. انت عايز ايه من الكيس اللي معايا؟ يعني ما تسلم عليا، لا بيروح باصص لك كده، بيحكم نفسه عليك. يعني مثلا جاي اصل محمد لسه طالع، رامي لسه نازل، اللي شغاله فين بقى لها 3 ايام ما جاتش. انت مالك؟ انت مالك؟ عندي برضو مشكله مع ابلكيشن الجديده اللي هي طلبات. انا راجل ما بحبش اتكلم مع الناس كتير. خلاص، ما بقى عندي مشكله، خلاص طول اليوم قاعد بتكلم مع الناس برغي برغي برغي، فخلاص. فانا عاوز اطلب اوردر، اروح فاتح طلبات. تمام، في مطعم اسمه لمضه، مطعم جميل جدا بحب اطلب من عنده. بس حاجه غريبه جدا، منين ما اطلب اعمل اوردر الاقي لمضه المطعم راح متصل بيا، ايوه مساء الخير حضرتك طلبت اوردر. طب انت مالك؟ ما انا طالب يا عم، الاوردر عندك. انا باكد معاك 3 فراخ بانيه مش... يا ابني ما هو موجود على الابلكيشن، ما هو احنا نزلنا 200 الابلكيشن عشان ما اسمعش صوتك. تمام، معلش يا فندم، بس انا باكد معاك الاوردر. خلاص تمام يا معلم، اروح قافل 5 دقايق والبتاع الدليفري اللي عنده، يا فندم حضرتك ساكن في كفر عبد. يا ابني ما هو يا جماعه، هي الفكره ان انا طالبه اونلاين عشان ما اسمعش صوتك. انت مستفز جدا. عندي برضو واحد بيستفزني جدا، اللي هو الويتر اللي في معهد لاسلكي، ومستني اليوم اللي هيتخرج فيه عشان هيكلموه من ناسا يقولوا له تعالى اشتغل معانا. هو مقتنع ان هو بيشتغل كده بعد الدور في ويتر، بيقضي وقته، واول ما يتكلم معاك على فكره انا في معهد لاسلكي، انت كلمني كويس. ودوت لما تيجي تتكلم معاه، فاهم؟ يعني انا فاكر مره رحت كنت رايح كوكدور بطلب بطاطس، عندهم بطاطس الحلوه دي اللي اسمها فريسكس يعني. فدخلت قلت له سمعت عايز البرجر بتاعك والفياجرا ومش عارف ايه والبطاطس الحلوه اللي عندك، وبضحك مبتسم ومعايا واحده صاحبتي ومش عارف ايه. قال لي البطاطس الحلوه 2 فريسكس بليز. الصراحه جايبه كده، قلت له انت بتقول فريسكس على اساس ايه؟ يعني تعرف تكملها اصلا الجمله؟ ما انت تروح بمشروع يا ابن الوسخ، ما انت هتطلع بره البتاع تبقى كلب زيك زينا، مفيش مشاكل. انت معوج على ايه؟ قال لي اسمها فريسكس يعني. قلت له هي اسمها بطاطس الحلوه، وحاجه كل يوم اقول البطاطس الحلوه. بيستفزني برضو الناس اللي هي المحبين السوشي، ولما تيجي تدوق يقول لك انا السوشي ده طعمه حلو، السوشي ده وحش. ايوه، انا عايز اسال سؤال، انت الريفرنس اللي جبت منين بتاع السوشي؟ ما هو اللي كل سوشي ده راح اليابان كل السوشي الاصلي. تمام، انت جبت بميتين امك، عرفت ازاي ان السوشي ده حلو ولا وحش؟ يا جماعه السوشي ده بيتاكل كلنا وبنبلع وبنعدي. ممكن يكون شويه رز زياده، شويه جمبري زياده، الدنيا حلوه وبتاع. ايه موضوع السوشي ده حلو؟ احلى سوشي موري سوشي، احلى سوشي كوي سوشي، احلى. يا جماعه انتوا بتعرفوا منين؟ هو سوشي، هو اكله غريبه جدا اصلا احنا مش فاهمينها. انت مش فاهم الانجريدينتس بتاعته، فالتيست بتاعه تيست ايه؟ ما فيهوش تيست يا جماعه. هو سوشي عباره عن جمبريه مسلوقه، هو محطوط عليه شويه رز، خلاص كلها واخرس. لا انا بحب قوي السوشي بتاع كذا. ما عندكش بنش مارك عشان تعرف تقيس عليه. بتعرف منين؟ هو عوجان وخلاص. نفس المشكله دي عندي في الكوفي يعني. تمام، الاسبانيش لاتيه بتاع بروكسيز احلى من الاسبانيش لاتيه بتاع كوفي كلتشر. ايوه ماشي، انت معلم، انت جامد جدا وبتفهم كولومبي، انت اصلا كولومبي وبتفهم في حبات البن. ايوه، بس انت ما ينفعش تقعد كده مع الناس تتكلم. بص يا جماعه، انا عندي مبدأ في حياتي، مش معنى ان انت راكب عربيه حلوه يبقى انت بتعرف تسوق.
مش معنى ان انت عيالك في مدارس اجنبي يبقى انت بتتكلم انجليزي حلو او انت جامد في التعليم. مش معنى ان عيالك ناجحين في الرياضه يبقى انت شاب رياضي. مش معنى ان انت قادر ان انت تجيب سوشي يبقى انت بتفهم في السوشي، ملهاش علاقه. مش معنى ان انا باكل اكل غالي ان انا بعرف اطبخ، ملهاش علاقه خالص. فيا جماعه نقللها شويه على بعضيها. بيستفزني جدا برضو من الحاجات اللي بتستفزني اللي حاجز مكان قدام البيت. تمام، انا حاجز مكان. ايوه يا عم، حاجز مكان ليه؟ مكان اكل عيش. ايوه يعني انت يا ابن الوسخه مأجر مكان، تمام، بتدفع 5000 جنيه مكان 10 متر، عايز مكان اكل عيشك، عايز تاخد باكيه، وانا يا ابن الوسخه ساكن فوق ودافع مئات الالاف. لا، ما انت لا، انت لا، ده مكان اكل عيش. طب انت في مكوجي، ومين يعني حد هيبقى معدي بالعربيه ايه ده مكوى يروح راكن؟ ما فيش حاجه اسمها كده. بيستفزني جدا لما بتمشى مثلا في كارفور ولا في اي مول، مشيه الزومبيز، الناس اللي بتشحتف، كلهم ماشيين كلهم عاملين كده وقاعدين بيشحتفوا. يا جماعه موضوع الشحتفه دوت بطل خلاص، مفيش حد بيشحتف. ليه حد بني ادم بيبقى ماشي مش عارف يرفع رجله ويمشي كده؟ ليه يعني؟ ليه بتمشي كده؟ ليه؟ انت مش بطه، انت بني ادم عادي، انت ممكن تمشي كده عادي. الفزلكه، انا دايما لما عاوز اتكلم مع حد على حاجه بيبقى عندي دايما بقول في مستوى ادنى للمعرفه عشان تعرف تتكلم مع اللي قدامك. خلاص احنا بنعرف نتكلم في حاجات، بس في حاجات معينه ما اعرفش اتكلم فيها. انت بتتكلم في السوشي باماره ايه؟ انت بتتكلم في الكوفي باماره ايه؟ اديني اماره ان انت تعرف تتكلم في الكوفي. انا مثلا كل شويه اكتب بوستات ان انا مخنوق من اسكندريه، تلاقي واحد باعت لك على الخاص باشا ما تروح القاهره. يخرب بيت امك، انت ذكي قوي، جبتها ازاي دي يا ابن اللذينه؟ بجد يعني انا متضايق من اسكندريه اروح القاهره، بشطب الفيلا بتاعت القطاميه بس خلاص، بحط السور ناقص لي الكلب جوه. يا عم ما ماشي، ما احنا عايزين ننقل كلنا القاهره، مش في شغل وفي عيال وفي اهل وفي خرا على دماغك، بتتفزلكوا ليه؟ عايز تخس، عايز تخس، فانا اروح باصص له قايم كده، طبعا عايز تخس. ما تتعشاش. ازاي ما اتعشاش؟ ما هو يا ابني انا ما بعرفش انام غير لما اتعشى. ما انت اتكلم يعني افهم بتقول ايه قبل ما تتكلم. من 2002 بتمرن كل يوم تقريبا، تمام، اي نوع، اي رياضه بحب العبها، فاهم؟ تلاقي واحد قاعد معاك، انت عارف انت لو تلعب رياضه يا ابني الوسخه، انت مالك؟ انت عرفت منين انا ما بلعبش رياضه؟ والله لو لعبت رياضه جسمك يبقى زي الفل. طب اعمل ايه تاني؟ لازم ابقى عرقان وانا قاعد قدامك؟ ابقى لابس كات، ابقى ماسك كوره وحاضنها وانا قاعد معاك؟ الماميز مثلا، تمام، انتوا تفهموا ايه الفرق بين الاي جي والباك والثانويه العامه والحاجات دي؟ احنا ما نفهمش خلاص يعني. والاي بي والحاجات ديت كلها احنا ما نفهمش الفرق ما بينهم خلاص. كل واحد، انت جوزك جاب لك قرشين وراح مدخل العيال المدارس ديت، بقيت انت خبيره في 200 الاي جي، انت متخرجه اصلا من محمد قريب، بتقرفينا ليه؟ اصلا المدرس هنا السيستم دوت احسن من السيريكلم الكريكلم انتوا مالكم يا جماعه بالقصه ديت؟ اصل الولد بيروح المدرسه بيتعلم وانت قاعده فشخه ضبك طول اليوم قاعده في الكافيهات وخلاص. ما تقرفيناش، اصل انا ولادي في مدرسه دبليو اف اي اف بي اي مش عارف ايه، انت مبسوطه، روحي اتبسطي. في الرياضه بقى، في الرياضه كميه فزلكه والله العظيم. والله يوم الجمعه اللي فاتت سمعت واحده ست، ده ملوش في الهاندبول ولا بيفهم فيه. ايوه انت بقى، انا بصيت اول ما سمعت الجمله ديت، بصيت هي شبه كره الهاندبول. طب انت بتتكلمي على اساس ايه؟ او انا مش بتنمر عليها والله، بس انت مستحيل تبقي لعبتي رياضه فاهمه ايه في الهاندبول. لا لا لا، ما فهموش حاجه. وكمان بعد كده خدت بالي ان انت مثلا لما عيالك يبقوا بيلعبوا ماتش ولا حاجه، تلاقي الماميز بيسخنوا المدرب، والمدرب اهبل يسخن على الحكم، والمدرب كل دوت عشان عيال عندها 9 سنين بتلعب ماتش. عندي مشكله برضه في الفزلكه، السواق بتاع اوبر اول ما تركب معايا يقول لك انا مهندس، دي مش شغلتي. انا مالي؟ ما هو مش عيب ان انت تبقى سواق اوبر يا عم، انا عايز اشغل ميتين التكييف ما تقرفناش. لا لا، اصل دي مش شغلتي، انا اصلا اقول له العربيه بتاعتك عامله 350,000 كيلو، ما انا مهندس في العالمين. طب يا عم يعني فرقت ايه مهندس عن بتاع اوبر؟ خلاص ما احنا كلنا طول ما الثلاجه محتاجه بشتغل اي حاجه خلاص اشتغل. لا لا لا، انا كده. الحركه دي بتستفزني جدا. انا راجل مش كيف قهوه ومش كيف، انا بشرب شاي عامه يعني، فاهم؟ فخش تشرب ايه؟ نسكافيه؟ مفيش نسكافيه. قاعدين في كافيه مفيش نسكافيه، اروح باصص له اقول له طب يعني اعمل ايه؟ كابتشينو. انت ايه الخرا دوت؟ ايه الفرق بين النسكافيه والكابتشينو؟ ايه الفرق؟ يعني انت تهبل؟ ما انت قاعد في بيتكم امك مطفحاك شاي بالتفل بتاعه بتقعد تمصه، بتقرفني ليه؟ طيب ما انت يا جماعه ما تتعوجوش. في الساحل السنه دي رحت خرجت في مكان، تمام، والساعه كانت 12 ونص واحده، فالراجل راح داخل لاست اوردر يا فندم. قلت له طب خلاص، ما هو لاست اوردر، انا قاعد مع ناس هعمل ايه؟ لاست اوردر خلاص. مينيمم سبنت 1500 جنيه. يعني ايه مينيمم سبنت؟ ما كان اسمها مينيمم تشارج، وكنا معترضين عليها برضو. ايه مينيمم يعني انا ما عرفتكش كده. قلت له طب انت دلوقتي انت ما عندكش حاجه اخد مناديل مثلا وانا ماشي؟ يعني ايه مينيمم سبنت؟ وتلاقي الولد بيتعوج. يا ابني الوسخ، انت ال 1500 جنيه دول تلت مرتبك، بتتعوج عليا انا ليه؟ ما احنا كلنا زي بعض، كلمني زي ما بكلمك. استني، في حاجه كمان كنت عايز افتكرها بس نسيتها. ايوه، لو انت دخلت الجيم
البيت البابا بتاع الشغلانه مكان كله قاعد عمال فاهم. انت داخل تتمرن في امانه الله، بقالك 20 سنه بتتمرن وعارف جسمك وعارف انت بتعمل ايه. باشا انت تعمل 3 في 6، انت تعمل 7 في 9، انت تعمل 12 في 4. انا داخل يا جماعه حصه ماس، انت مالك يا عم انت؟ على فكره انت بتتمرن غلط، انت مالك؟ مالكش دعوه. اصل انت بس لو ده انت عارف ان التمرين ده لغوه، ده مش عارف ايه انتوا مالكمش دعوه يا جماعه. صاحبك حجاجوفيتش اللي هو يعني متقمص دور الرحاله اللي سافر لف العالم، هو سافر سفريتين 3 يعني بس يعرفنا. وكمان لما يجي يحكي لك مثلا على حاجه مثلا في بلد انت ما رحتهاش، فانت ما بتبقاش عارف، يقعد يفس علينا واحنا قاعدين ساكتين تمام. بعد كده يجي يبص لك كده يقول خلاص يا عم ما تتكلمش على السفر كتير، انت مسافر، انت مش شجره. ايوه انا مش شجره مش بس مش عارف اسافر يعني خلاص اعتبرني شجره. لا ما انت لو عارف الباسبور بتاعك ده يدخلك كام بلد. ايوه يا عم، ما هو لما يجي يدخلني البلاد ديت ما انا هخش البلاد دي وبعدين. هو انت مين قال لك مشكلتي في الفيزا؟ انت عارف مشكلتك في الطيران؟ خد ويز اير، تدفع 500 يورو تسافر قد ما تقدر طول السنه. هو انت متخيل ان انا مشكلتي في الطيران بس؟ يعني انا دلوقتي عشان اسافر محتاج بادجت ومحتاج فلوس ومحتاج اصرف هناك ومحتاج. ونفس الشخص دوت مثلا او الشخص برضو الفسدوك جدا اللي هو عايش بره مصر تمام وجاي يخرج معاك خلاص، وتيجي مثلا تقعد معاه في مكان وتلاقي الشيك جاي مثلا ايه 3500 جنيه، فتقول له ده كتير جدا يعني البلد بقت صعبه جدا والدنيا بقت صعبه وبتاع. راح باصص لك كده بنظره فيها يعني ثاقبه يعني فاهم، يقول لك $70. انا مالي؟ طبعا انا ما بقبضش بالدولار، انا ما بشوفش الدولار دوت، انا مالي؟ لا هو $70 انت لو جيت حسبتها حولتها ما هي $70 يعني حلو يعني ادي الراجل 4000 مثلا واشتري نفسي ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. موظف خدمه العملاء اللي تروح تقابله هو اصلا يا جماعه مهنه موظف خدمه العملاء دوت ده بني ادم بيبقى بشوش، بيبقى عايز يخدم الناس، اللي هو عارف انت اللي هو مثلا بيبقى ماشي في الشارع بيلاقي خناقه بيخش يتدخل يفض بالناس يعني اللي هو مثلا في مشكله يقول لك محتاج حاجه، هو ده بقى المفروض يشتغل بعد كده التطور الطبيعي انه يشتغل بتاع خدمه عملاء. لكن قاسم السماوي اللي هو مش طايق الناس وبيتخانق مع جيرانه ومكفر مراته ومقاطع اهله، ده ما ينفعش يبقى موظف خدمه عملاء، مش اي شغلانه وخلاص. ده تروح له فاهمني. دخلت برضو فرع وي من فتره ودخلت للراجل مساء الفل، قال لي مساء النور مش عارف ايه، وبعد ما قعدت وخدت رقم وبتاع معلش انا اسف السيستم وقع. قلت له طب قعدتوني ليه كل ده؟ قال لي ولا حاجه يا فندم معلش احنا اسفين. قلت له طب تحب اساعدك في حاجه ثانيه؟ قلت له اه يعني قوم اعمل لي شاي. ما هو ما فيش حاجه تتعمل خلاص، ما انت السيستم واقع اصلا، ما تقفله الفرع. ان انت تبقى سايق عربيه خلاص، وفي السواق البارد اللي هو هحط لكم صورته ده اللي بيبقى قاعد عامل كده وعارف انه بيتشتم ويفضل عامل عبيط تمام وقافل الشارع وسايب لك حته قد كده تعدي منها. الفزلكه بقى اللي هم العيال اللي واقفين في الشارع، عدي تجيبك عدي تجيبك عدي تجيبك ازاي؟ انت فاهم يعني انت يعني هشفط بطني؟ ما دي عربيه مش هينفع تعدي. عدي تجيبك عدي تجيبك ولو وبعد ما تعدي والله لو معايا كنت انا عديتها. وهو الولد ده ما شافش غير عجله قبل كده، ما ساقش حاجه تانية، بس هو لازم يتفزلك. وانا مره قلت لواحد والله العظيم دخلت قلت له هخش بس الفانوس عليك، قال لي لا 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 ماليش دعوه، وراح ماشي وسايبني. ما هو فزلكه.